السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة. النهارده بإذن الله هنعمل مع بعض ميني كيك كريم كراميل. شايفين الجمال؟ ما فيهوش ولا غلطة، ما شاء الله اللهم بارك. جميلة جدا وطريقتها سهلة وبسيطة، والطعم في النهاية تحفة. فعلا جميلة وتستحق التجربة. اعمليها في بيتك أوفر كتير من الجاهز، وعملتها لولادك هيفرحوا بيها جدا. هنعملها مع بعض خطوة بخطوة وبكل سهولة. وقبل ما نبدأ الطريقة ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. يلا بقى بينا على الطريقة. في طاسة هحضر كده كوباية ونص سكر حبيبات أبيض عشان نعمل الكراميل، وهضيف ربع كوباية صغيرة كده مية، وهرفعهم على النار كده لحد ما السكر ده يتكرمل كده ويديني لون الكراميل. واقلب بقى كده. اول ما يغلي كده بقى ابتدي بقى ان انا اقلبه كده لحد السكر كده ما يتكرمل معايا ويديني لون العسل الفاتح. وبقلب بقى كده. شايفين بقى الكراميل سهل جدا وطريقته سهلة وبسيطة، وطعمه في النهاية لذيذ جدا. وبستمر كده في التقليب لحد ما يديني اللون بقى العسلي، بدأ يكرمل معايا. شايفين بقى الكراميل؟ واقلب كده لحد بقية السكر ينكرمل معايا بالطريقة دي. بدأ يكرمل معايا بالطريقة دي، ده كده اللون مناسب وحلو. بجيب بقى دي كاب كيك سيليكون بيتباع عند مستلزمات الحلويات. في كل كاب كده هضيف معلقة من المعلقة دي كده الكراميل. عايز تعملي في بولات صيني برضو براحتك، بولات ألمونيا برضو براحتك. بس لو عملتيه بقى بالطريقة دي جميلة جدا وطريقتها سهلة وبسيطة. واعملي لولادك كده أوفر كتير من الجاهز. وهتضيف بقى في كل بولة كده من الكب كيك دي معلقة من نفس المعلقة دي كده، ده الكراميل. دي أول طبقة كده من كيكة كريم كراميل، وهضيفها كده بالشكل ده كده. ضروري بقى تضيفيها على طول عشان ما تتمسكش في الطاسة. وهضيفها بقى كده في القوالب دي كلها كده بالشكل ده، لان فيه لسه طبقه كريم كراميل وطبقه الكيكه، والتلاته هيتحطوا فوق بعض كده. وسبحان الله التلاته هينفصلوا عن بعض بالشكل ده. بعد بقى ما ضفت الكراميل كده بقى معايا جاهز. هسيبه بقى كده لمحضر بيت المكونات. هحضر بقى الكراميل في حله كده. هضيف كيلو لبن كامل الدسم بيدي طعم حلو قوي للكراميل، وهضيف باكو فانيليا، وهضيف 2 باكت كريم كراميل كده جاهز. مش هضيف سكر عشان الكراميل مسكر. عايزاكم بقى تجربوا الطريقه دي، حلوه وجميله وطعمها في منتهى الجمال. وهقلب المكونات دي كده على البارد قبل ما ارفعهم على النار. بعد ما بقلبهم كده ارفع الحله كده على النار، وهستمر كده في التقليب لحد ما الكراميل ده يغلي معايا كده، والكراميل كده يستوي مع الحليب. وبقلب كده لحد بقى طبعا لما يغلي معايا. بدأ يغلي معايا ويستوي اهو. شايفين بقى الجمال؟ وريحته جميله جدا وطعمه احلى واحلى. وبقلب بقى كده لحد ما يستوي معايا الكراميل بالشكل ده كده. ما بشيلش ايدي كده من التقليب عشان ما يكلكعش معايا كده في قرية الحلة. وبقلب بقى كده. بدأ يغلي معايا ويستوي. شايفين بقى القوام؟ هو ده بقى القوام المطلوب. كده استوى معايا الكريم كراميل. هضيف بقى الكريم كراميل كده على طبقة الكراميل بالشكل ده كده. وانا بقى بفرغ كده الكريم كراميل. سيبي ربع الكب كيك كده فاضي، ما تملاش قوي لان لسه في طبقة كيكة بالشكل ده كده. انت يا دوبك تحطيه ايه 3/4، والربع التاني اللي هو الكيكة. وهضيفه بقى بالشكل ده كده لحد ما طبعا اخلص الكميه كلها على قد القوالب دي. الكب كيك حلوه جدا. كيكه كريم كراميل كده لو عملتيها لضيوفك ولو عملتيها لاولادك طعمها حلو جدا ومش مكلفه، واعمليها اوفر كتير من الجاهزه. انا بحب اعملها لاحفادي واولادي كتير جدا، بيحبوها جدا. وبعد ما بقى فرغت الكريم كراميل ادخلها بقى التلاجة لحد ما تتماسك بالشكل ده كده. طلعها بقى من التلاجة كده اتمسكت معايا طبقة الكريم كراميل. كده بقى عملت طبقتين من الكريم كراميل والكراميل. هركنها بقى كده على جنب لحد ما اعمل الكيكة. هنخل بقى كوبايتين دقيق. نخلة دقيق بيدي تروح حلوة قوي للكيكة. وهضيف ربع معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة كده بيكنج باودر، ومعلقتين كاكاو. دي معلقة الأكل الكبيرة. وهنخل بقى المكونات دي كده مع بعضيها. ضروري بقى تدخلي الكاكاو كده مع الدقيق عشان الكاكاو ما تكلكعش معانا في المكونات. وهقلب المكونات كده واركنها على جنب لحد ما اعمل المواد السايله. في شفشق الخلاط هضيف بيضتين.
يا ريت نمشي على الخطوات بالظبط عشان يطلع معاك الوصفه ناجحه 100%. وهضيف باكو فانيليا ومعلقه صغيره كده الخل زفرة البيت، وهضيف كوبايه سكر، وهضيف كوبايه الا ربع كده زيت ذره، وكوبايه حليب، كله في الخلاط. سهله جدا. وهشغل بقى الخلاط كده لحد المكونات كلها تندمج مع بعض، والسكر يدوب مع المكونات كلها ويديني قوام كريمي. بعد بقى ما بشغل الخلاط كده، شايفين بقى هو القوام ده هو المطلوب، هفرغه على طول كده في الدقيق ومكوناته، وهقلب بقى كده الخليط بتاع الكيكه ده كده لحد ما الدقيق يختفي تماما بالمضرب السلك اليدوي. سهله بقى الكيكه، وطريقتها سهله وبسيطه، وطعمها في النهايه تحفه. وهقلب المكونات دي كده لحد ما يندمجوا مع بعض ويديني قوام الكريمي. يا ريت يا حبايبي نمشي على الخطوات بالظبط عشان يطلع معاك الميني كيك كريم كراميل جاهز بالظبط. بعد ما قلبته بقى كده، شايفين هو ده بقى القوام المطلوب، شايفين قوام الكيكه. في كل بقى كاب كيك كده هضيف معلقه كده كبيره من الكيكه على الكريم كراميل، وسبحان الله التلاته هينفصلوا عن بعض. وهفرغ بقى كده لحد ما املى كل الكاب كيك كده بنفس الطريقه. هو بقى قوام الكيكه ده التلاته هينفصلوا عن بعض، وطعمها بقى في النهايه تحفه فعلا جميله وتستحق التجربه، ما فيهاش ولا غلطه. كده بقى ما وزعت الكيكه، هجيب بقى الكاتل الميه مغليه وهضيفها كده في الصاج بالشكل ده كده. كده بقى القوالب كلها معايا جاهزه، الثلاث طبقات كده من فوق بعضيها، هكون مولعه الفرن على درجه حراره 180، وهدخل الصاج كده في الرف الوسطاني. هيقعد معايا نص ساعه او ساعه الا ربع حسب الفرن بتاعك. واول ما تطلع بقى معايا وتستوي الكب كيك الكريم كراميل، ما شاء الله اللهم بارك، شايفين بقى الجمال والحلاوه ما شاء الله. اتمنى تجربوها بنفس الطريقه وبنفس الخطوات، وانا واثقه 100% ان هو يعجبكم ان شاء الله. ولو حضراتكم استفدتوا من الفيديو، يا ريت لايك وشير للفيديو. اتمنى من حضراتكم مشاهده الفيديو للاخر عشان نستفادوا من الفيديو، مفيش حاجه تفوتنا منه. وده بقى الشكل بعد ما قلبناها كده من الكب كيك. ايه رايكم بقى في الجمال والحلاوه دي ما شاء الله؟ سهله بقى ولا مش سهله؟ كيكه كريم كراميل، شايفين بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك، شكلها وطعمها احلى واحلى. اعمليها في بيتك اوفر وانضف كتير من الجاهزه. تعالوا بقى ندوق كيكه كريم كراميل ما شاء الله. اتفضلوا بقى معايا حبايبي، طعمها في منتهى الجمال فعلا جميله وتستحق التجربه، ما فيهاش ولا غلطه. الثلاث طبقات انفصلوا عن بعض، سبحان الله هي دي كيكه قدره قادر. ايه رايكم بقى في الحلاوه دي؟ حقيقي ما فيهاش ولا غلطه، وطعمها في منتهى الجمال، جميله وتستحق التجربه. ولو أول مرة تشاهدوا قناتي مطبخ سوما وأسهل الأكلات، أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد. وده الشكل النهائي لكيكة كريم كراميل، وبألف هنا عليكم يا حبايبي، وأشوفكم على خير إن شاء الله.